صفقة عقارية ضخمة. لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا الفاخر في برشلونة. أنهى النجم الصاعد لامين يامال جناح فريق برشلونة الإسباني ومنتخب إسبانيا صفقة شراء عقارية ضخمة ومميزة في مدينة برشلونة، حيث أتم يوم الاثنين الماضي عملية الاستحواذ على القصر الفاخر الذي كان مملوكاً للثنائي الشهير مدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية العالمية شاكيرا. الموقع والسعر والتفاصيل الأساسية. يقع هذا القصر الفخم في منطقة سيوتات دياغونال، وهي إحدى المناطق السكنية الراقية والمتميزة في برشلونة، والتي تعرف بأناقتها وهدوئها. وقد بلغت قيمة الصفقة النهائية مبلغاً ضخماً وصل إلى 14 مليون يورو. هذا المبلغ يعكس مدى فخامة ومكانة هذا العقار في سوق العقارات الكتالوني. ووفقاً للتقارير، سيستقر يامال الذي يبلغ من العمر 18 عاماً في هذا المنزل الجديد برفقة صديقته المغنية الأرجنتينية نيكول، المعروفة فنياً باسم نيكي نيكول. قصة المنزل الشاغر بعد الانفصال: ظل هذا القصر الضخم فارغاً من ساكنيه منذ عام 2022، وذلك بعد أن قرر جيرارد بيكيه وشاكيرا إنهاء علاقتهما العاطفية التي دامت لسنوات طويلة. وبعد الانفصال غادرت شاكيرا المدينة متوجهة للإقامة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تاركة خلفها القصر الذي يحمل ذكريات سنوات علاقتهما. تصميم القصر ومرافقه الفاخرة. يتكون العقار في الأصل من منزلين منفصلين يقعان ضمن قطعة أرض واحدة بمساحة إجمالية تقارب 4000 متر مربع. المنزل الأكبر تبلغ مساحته 869 مترا مربعا، بينما المنزل الآخر الأصغر تبلغ مساحته 371 مترا مربعا، والذي كان بمثابة منزل عائلة بيكيه لأكثر من 10 سنوات. يتميز القصر بتصميم معماري حديث وبسيط يعتمد على الأناقة والرقي، كما يضم القصر مجموعة استثنائية من المرافق الفاخرة التي تلبي كافة الاحتياجات الترفيهية والعملية، منها نوافذ كبيرة تسمح بدخول أقصى قدر من الإضاءة الطبيعية وتوفر إطلالات رائعة، مسبح داخلي وآخر خارجي للاستمتاع في جميع الأوقات، صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، مكتبة هادئة للقراءة والاسترخاء، استديو تسجيل خاص، وهو مرفق ذو أهمية خاصة حيث استخدمته شاكيرا في عدة مناسبات لتسجيل أعمالها الفنية، وقد يكون مفيداً أيضاً لصديقة يامال المغنية نيكول. تجديدات مخصصة لاحتياجات نجم برشلونة. أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن لامين يامال يخطط لإجراء تجديدات شاملة على القصر لتكييفه مع احتياجاته ومتطلباته كرياضي محترف. تشمل خطة التجديد إضافة مرافق هامة تركز على اللياقة البدنية والخصوصية، أبرزها تركيب صالة ألعاب رياضية جديدة وموسعة، إنشاء غرفة مخصصة للعلاج الطبيعي وهي ضرورية للحفاظ على جاهزية النجم الشاب، نظام أمان متطور لضمان الخصوصية التامة للعائلة، ملعب مصغر لكرة القدم، وملعب للتنس لمزيد من التدريب والاستمتاع الشخصي بالرياضة. كما أضاف التقرير أن يامال سيجعل المنزل الثاني الأصغر مخصصاً لإقامة صديقه وابن عمه، مما يؤكد على أن هذا القصر سيكون مركزاً لحياة النجم الشاب وعائلته المقربة في المرحلة القادمة من مسيرته الاحترافية. هل تود أن تعرف المزيد من التفاصيل عن مسيرة لامين يامال الكروية أو عن منطقة سيوتات دياغونال؟